السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ سقعانين زيي؟ طب يلا بقى نعملوا حبة قرص طرية معجونة بالزيت واللبن، طرية جدا جدا، ناكلها بشاي في ايه؟ في الوقت ال مش الحر الوقت الساقع دوت. نبدأ نشوف المقادير حبايبي عشان نشتغل مع بعض في القرص الطرية. ده كيلو دقيق، زي ما قلت لكم برضو احنا متعودين نشتغل بكيلو دقيق، ماشي حبايبي؟ هنا معلقتين سكر كبار، مع باكو خميرة فورية، باكو معلقة ملح ومعلقة إلا ملح، مش عايزين معلقة كاملة، معلقة إلا ملح، يبقى معلقتين سكر، باكو خميرة فورية، معلقة تقريبا ربع ملح، كوبايتين لبن حليب، كوباية زيت. المقادير تاني: كيلو دقيق، معلقتين سكر، باكو خميرة فورية، معلقة إلا ربع صغيرة ملح، كوبايتين لبن حليب، هنا كوباية زيت. ناقص نص باكو بيكنج باودر، ده نص باكو بس. بصوا حبايبي، احنا دلوقتي هنعجن بكوبايتين اللبن يكون سخن، هنعجن بكوبايتين اللبن. لو العجينه احتاجت لبن تاني هنديها، لان في دي بيكتفي بلبن بتاعه السوائل، وفي دي بيحتاج تاني. احنا دلوقتي هنعجن ونشوف ايه الموضوع ايه. يلا نعجن القرص بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الاول المكونات الجافه على الدقيق، وباكو ونص باكو بيكنج باودر، ده نص باكو بس اهو، عشان يعني القرص ما تبقاش مكتومه. البيكنج باودر يعمل لها ايه؟ انتفاخ شويه. ونديهم تقليبه بالمعلقه، ندمجهم في الدقيق، ماشي حبايبي؟ بعد كده هنكب كوبايه الزيت، دي كوبايه واحده زيت اهي، كوبايه زيت من ازازه، ده ما يتسخنش. بصوا بقى نعملها بايدينا كده، الزيت الاول نبس الزيت اهو، نبس الزيت قبل ما نحط اللبن. دايما لما نحط اي ماده دهنيه، كان زيت او سمنه او زبده، نعملها بس في الدقيق الاول يا حبايبي عشان ندمجها ويتشرب منها الدقيق. بعد كده نبدا نعجن، تكون العجينه متشبعه بالدهون. لازم المرحله دي اهم مرحله، ندخل الزيت او السمنه في قلب الدقيق ونبسه كده، ماشي حبايبي؟ اهو لو في مثلا اي حاجه كده نطلعها، لان وارد ان الدقيق مثلا يبقى فيه حبايه اي حاجه، حبايه رز، حبايه اي حاجه من عند ايه الراجل. بس كده نبدا نحط اللبن ونعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش هنحطه كله مره واحده زي ما قلت لكم، ماشي؟ بسم الله. اهو اللبن سخن اهو، بيطلع دخانه اهو يا حبايبي. احنا بنعرف طبعا اذا كانت العجينه عايزه ولا لا اهو. يبقى كده حطينا الكوبايتين كلهم، هنشوف الاخبار ايه. كل ما يكون اللبن سخن معاكي بيخلي العجينه تجري في ايديكي، وبيخليها تطرى بسرعه، يعني ما تشدش. السوائل السخنه احسن للمعجنات. سوري حبايبي، ارفع دي شويه. يلا واضح حبايبي ان العجينه عايزه حبه لبن هنا اهو، شوف الدقيق، فانا عامله حسابي وعامله لها لبن. ناخد حبه لبن تاني اهو، انا ما كترتش، خدت حبه صغيره.
بدأت العجينة بتلم معايا يا حبايبي، يبقى إذا كده السوائل بتاعتها مظبوطة. يبقى خدت كوبايتين لبن وخدت حبة صغيرة. نشيل ده بس عشان ما يتكبش. ماشي أهو. اهو حبايبي العجينة لمت معايا اهي ولمت في البولن. إذا العجينة بتاعتنا اتشبعت بكوبايتين اللبن اللي كانوا في الذرة وكملنا عليهم حبة صغيرة. خلاص كده ما نديهاش سوائل ياما. لما تيجي تحطوا سوائل حطوا حاجة بسيطة، يعني التكملة حاجة بسيطة. يا حبايبي العجينة اهي ما شاء الله اهي. نسيبها ترتاح بقى نص ساعة. احنا مش عايزينها تخمر، عايزينها ترتاح بس من السوائل الدافية اللي فيها. وبعد كده نبدأ نعملها القرص بتاعتنا. بس يا حبايبي العجينة ارتاحت اهو، سيبناها نص ساعة. بصوا القوام بتاعها بقى حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي ما شاء الله، ناعمة وحلوة وخدت راحة وخمرت شويه كانها عادي اهي. خدت كمان خمر نص ساعه. بسم الله ما شاء الله. نقعد بقى ان شاء الله عشان خاطر نعمل القرص بتاعتنا الطريه نشكلها. بصوا حبايبي احنا هنقطع العجينه بتاعتنا دي علشان خاطر نشكل حته حته. ادي العجينه اهي معانا. هنعملها حسب ما انت عايزه القرصه. عايزه القرصه كبيره اعمليها كبيره، عايزاها صغيره اعمليها صغيره. تعمليها سر الاول كده وبعد كده تشكليها على ايدك كده اهو. تمام، حسب الحجم اللي انت عايزاه. اهو حبايبي. وحاولي تخلي الحجم كل واحد المقاسات واحده كلها، يا اما كبيره كلها يا اما صغيره. نعملها كده نضمها كلها الاول اهو، ونعملها سره كده ونلفها على ايدينا اهو. ادي حبايبي. بعد كده نمسك واحده واحده نعملها كده، يعني شوف بتجري في ايدينا ازاي، مش محتاجه مردانه. ادي حبايبي القرص بتاعتنا. ناخد غيرها. القرص دي بالزيت بتبقى طريه ومعجونه باللبن ما شاء الله، وتبقى من جوه كده هشه مش مكتومه، وحطينا لها نص باكل بيكنج باودر هيخليها هشه ومفرغه وطريه طريان ما شاء الله عليها. هتعتمدي طريقه القرص دي على طول. يعني هي العجينه مش محتاجه ان انت تطولي ان انت تريحيها، هي نص ساعه بس. ماشي حبايبي، نكور كل الكميه كده اهوت وبعد كده ايه نبططها. قرص سهله ما فيهاش اي حاجه ومقاديرها بسيطه جدا جدا، وتعمليها وانت واقفه ما فيش 10 دقايق تكوني عامله كيلو قرص. اهو حبايبي بصوا نكورهم كده وبعد كده نبططهم اهي. تمام، مفيهاش اي حاجه، سهله جدا جدا. تعملي قرص الطريه دي في اي وقت. مقادير بسيطه. عايزه اكتر من كيلو ضعفي الكميه، يعني لو 2 كيلو هتحطي كوبايتين زيت وتضعفي بقيه المقادير. كوبايتين زيت، 2 كيلو دقيق، بكون خميره، 4 معالق سكر. اي كميه انت عايزاها كتيره ضعفيها.
ادي حبايبي القرص بكل سهوله، عشان حبايبي كمان اللي طلبوها مني بقالهم فتره وما عملتهاش، اديني عملتها لكم اهي، وعملت لكم فيديو المنين او القراقيش باليانسون، هيعجبكم قوي باذن الله. لازم نبقى شطار في بيوتنا كده ونعمل كل المعجنات عشان ولادنا، وبلاش نلجأ بقى للفران ونشتري الجاهز دوت، تعمليه بايديكي احسن، حاجه نضيفه ست البيت عاملاها وتبقى مضمونه. ماشي حبايبي. بصوا حبايب قلبي، انا هخلص كميه القرص دي كلها اللي انا مكوراها دي، الكور الحلوه دي، واخلص العجينه دي كلها، ولما اخلصهم ارصهم في الصواني اللي هدخلها الفرن وهرجع لكم باذن الله. ادي حبايبي كميه القرص اللي طلعت من الكيلو عمل 32 قرصه، بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا قدامكم ما خدوش وقت وتقرصوا بسرعه وعملوا 32 واحده. دلوقتي حبايبي احنا نجيب صينيه زي ديت كده ونعصها زيت او اي ماده دهنيه، تمام، ونرص فيها القرص بتاعتنا ونسيبها ساعه تعلى شويه حجمها وتختمر كمان، وبعد كده ندخلها الفرن. ادي حبايبي القرص بتاعتنا نبدا نرصها، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كيلو شو طلع منه كام قرصه يا جماعه؟ والله حاجه ما شاء الله. الكيلو دوت في وفر، اعملوه وبلاش القرص اللي في المخابز، القرص دي احسن وانضف وسهله جدا ومقاديرها بسيطه، وطلع كميه ما شاء الله عليها. بصوا حبايبي، احنا نسيب القرص اللي احنا قرصناها دلوقتي تختمر تاني ساعه زمن، وحجمها يعلى شويه وتتضاعف. بعد كده نقوم مدخلينها الفرن ونرجع باذن الله واحنا مطلعين القرص بتاعتنا الجميله الطريه. خلاص حبايبي، كميه القرص اللي احنا حطيناها في الفرن، الكيلو اللي احنا عملناه طلعت اهي، وادي كميتها، وبصوا شكلها بسم الله ما شاء الله، طلعت قرص طريه وجميله، وبصوا السوا بتاعها عامل ازاي، ده السوا بتاع الفرن. بصوا حبايبي، وعايزه اوريكم اكسر لكم القرص من جوه. بصوا الاول، شايفين الطريان بتاعها؟ يعني حاجه ما شاء الله. بصوا حبايبي، بصوا القرص من جوه عامله ازاي، شايفين؟ بصوا القرص، شايفين منفوخه ازاي وهشه مش مكتومه. عايزه اوريكم واحده تانية اهي، قرص طريه. بصوا حبايبي القرص اهي، شايفين؟ بصوا ما شاء الله، يعني طالعه طريه طريه وجميله. اتمنى تعملوها وتجربوها، هتحبوا والله الطريقه دي، مش هتبطلوا تعملوها تاني. يعني كيلو عمل بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم حبايبي في القرص طريه بالزيت واتعجنت باللبن؟ والله ما تلاقوا اسهل من كده. الطريقه دي يعني بتخلي لكم القرص يعني تقعد بالاسبوع طريه. عايزه تعملي كميه وتكيسيها تحطيها في الفريزر وعلى اكياس، تيجي تطلعيها تسيبيها قبل منها بساعه قبل ما تاكليها، تبصي تلاقيها طريه جدا كانك لسه عاملاها. عايزه تعملي الكيلو دوت هتحطيه في علبه وهتبصي يقعد معاكي اسبوع، لان القرص معجونه باللبن وفيها زيت وفيها بيكنج باودر، فيعني واخده كل الاحتياطات اللي تخليها طريه وهشه من جوه. اتمنى تعملي طريقه القرص دي، والله هتعجبك جدا جدا. واديني فتحت لكم واحده، بصوا عامله ازاي من جوه، يعني ما شاء الله عليها. يعني شوف شكلها كمان، بصوا القرصه من جوه منفوخه ازاي، بصوا القرصه. ان شاء الله هتعجبكم الطريقه دي. اعتمدي المقادير ديت وما تعمليش اي نوع قرص تانية، هي القرص بالزيت ديت قرص طريه وتعتبر كمان ما فيهاش دسامه كتير. هي كوبايه زيت على كيلو دقيق، كوبايه الزيت دي بتبقى على كيلو دقيق. عايزه تضاعفي الكميه خليها كوبايتين
زيت على مثلا على 2 كيلو دقيق. ايه رايكم حبايبي في الطريقه ديت؟ اتمنى تضعفوها. لو حبيتي 2 كيلو دقيق حطي كوبايتين زيت، ولو 5 كيلو دقيق تحطي 5 كوبايات زيت. كل ما يكون كيلو دقيق تضاعفي الكميه، كل ما يكون كيلو 2 3 ضعفي كميه المكونات اللي عندك. وقرص هتعجبك قوي، طريه مش مكتومه، ما فيهاش مكونات ياما وما فيهاش دسامه كتير، هو الزيت يعني زيت مخليها ما شاء الله 100 100. اتمنى يكون فيديو القرص عجبكم وجربوا الطريقه هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله.